الحمد لله على السلامة. احنا كده وصلنا لاخر فيديو في السلسلة. انا عارف انك تعبت معايا من اللف في الثلاث فيديوهات اللي فاتوا، ولو ما شفتهمش فانت فاتك كتير جدا. هسيب لك اللينك بتاعهم سواء هنا او هنا على حسب ما يظهر لك، او انت خش خد لك لفة في التشانل هتلاقي فيديوهات تفيدك كتير. المهم ده رابع واخر فيديو من سلسلة مصطلحات عقارية اللي لو خلصتها للاخر هتبقى واحد من اشطر المستثمرين او البياعين في مجال العقارات. انا جاسم وليد، خبرة اكتر من 7 سنين في مجال التسويق العقاري. ويلا بينا نبدا الحلقه. ما تقلقش الفيديو ده ما فيهوش لف كتير، هعرفك ايه اللي بيحصل جوه الشركه. حضر قهوتك وتاكد انك عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للتشانل ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. الكولد كول هي مكالمات عشوائيه جدا باعداد كبيره جدا، او باختصار مكالمه تسويقيه، ودي محتاجه فيديو لوحده عشان اشرح لك اهميه الكولد كول وازاي تعملها. وهي بتكون عباره عن مكالمه تسويقيه لعميل ربما يكون محتمل او ما يعرفش عنك حاجه اصلا، وبتكلمه علشان تغريه بمنتج معين او تشرح له خدمه معينه، وهدفك منها انك توصل لعميل واحد بس محتمل من كل 100 عميل. اما بقى لو الشركه اللي انت شغال فيها بتصرف شويه بتعمل حاجه اسمها كامبين او بتعمل حمله اعلانيه، والكامبين هنا هي اللي بتجيب لنا الليدز هنا هي ارقام العملاء المهتمين بجد طبعا، والعملاء اللي لسه ما كلمتهاش ولسه مسجله دي اسمها فريش او عملاء جديده خالص، وده بيتحط لنا على السيستم. طبعا لو انا شغال في شركه كويسه عندنا حاجه اسمها CRM، وده بيكون سيستم بتشتغل بيه الشركه اسمه CRM، يعني Client Relationship Management او ابلكيشن لاداره علاقات العملاء. طيب لو العميل طلع بجد مهتم بمشروع معين، بعض المشاريع والشركات عندهم حاجه اسمها CIL يعني ايه؟ يعني Client Introduce Letter او خطاب لتعريف العملاء، وده اللي بيضمن لي حقي في العميل ده لو راح المشروع من ورايا. وبعض الشركات غير الموثوقه بيستخدموا الموضوع ده غلط وبيكلموا هم العملاء، فخد بالك من عميلك. طب لو الشركه ما عندهاش CIL ازاي اضمن العميل بتاعي؟ هنا لازم احدد معاه ميتنج او مقابله وانزل معاه سايت فيزيت او زياره للموقع، وبملى حاجه اسمها ريجستريشن فورم، ودي استماره تسجيل العميل باسمك وباسم شركتك جوه المطور ده. طيب كده يبقى حفظ حقك تم بطريقه اسمها باي ميتنج. طيب لو انت واكتر من حد بتكلموا العميل ونزلتوا بيه كمان ميتنج، هنا في حاجه اسمها approved upon checks او باي شيكس، يعني الشاطر فيكو اللي يجيب العميل ده بشيكات. وعندنا سعر الوحده المعروض اسمه الاسكينج برايس او السعر المطلوب او سيلينج برايس، وده سعر البيع، وممكن يبقى عليه حاجه اسمها اوفر او عرض او ديسكاونت او معناها خصم. اما الاوريجينال برايس وده السعر الاصلي قبل ما يطبق عليه اي ديسكاونت او اي اوفر. وعندنا حاجه اسمها اكتوال فاليو يعني القيمه الحقيقيه للعقار. وعندنا حاجه اسمها سيلز اند بيرتشيز اجريمنت، وده العقد اللي انت بتحصل عليه لما بتشتري عقار من المطور، او ممكن نسميه كونتراكت او عقد على طول. طبعا عندنا مصطلح اسمه برايس انكريز يعني زياده في السعر، وعكسه مصطلح ديكريز يعني نقصان في السعر. وعندنا 3 مصطلحات مهمين جدا ما ينفعش تكون بتستثمر او بتشتغل في العقارات من غير ما تكون عارفهم، زي ROI و ROE و ROA. ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه ال ROI وده الريتيرن اون انفستمنت او العائد على الاستثمار او القيمه الاستثماريه اللي بتجيلك عن طريق تاجير عقار معين، وده شرحته لك في شورت هتلاقيه في التشانل وهحط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. اما تاني مصطلح وهو ROE او ريتيرن اون ايكويتي، وده العائد على المبلغ اللي انا دفعته، وده مهم جدا لاي مستثمر. اما اخر واحد وهو ال ROA ريتيرن اون اسيتس يعني العائد على الاصول بتاعتك كلها. ولو عجبتنا وحده معينه بس ظروفنا او شروطنا مش مناسبه معاها شويه، في حاجه بتتعمل اسمها اكسبشن يعني استثناء ممكن يتجاب لعميل معين من مطور معين عشان ظروف معينه. وعندنا مصطلح تاني وهو اسمه انكلودد يعني شامل. اما بقى للمصطلح الاشهر والاحب على قلوب المصريين وهو النيجوشيشن او التفاوض، او بمعنى اصح الفصال. واكيد سمعت كلمه اوف بلان يعني مشروع لسه ما اتبناش. اما بالنسبه للمصطلح اللي جاي فهو مهم جدا، مصطلح برايس بير متر يعني السعر بالمتر. وان شاء الله لو توفقنا وقدرنا نجيب اكسبشن وقدرنا نعمل كل ده بناخد عليه حاجه اسمها ابروفل او موافقه. وبكده لو وصلت معايا لنهايه الفيديو ونهايه السلسله اتمنى تكون استفدت. انا جاسم وليد مستشارك العقاري، ولو عايزني اكمل في فيديوهات من النوع ده يا ريت تساعدني اوصل السلسله دي ل 10000 لايك والتشانل ل 50000 سبسكرايب، واكتب لي اي كومنت على الفيديو ده هبعت لك PDF في كل المصطلحات اللي قلناها. سلام.